تخيل تروح رحلة عائلية بسيطة وتكتشف إنك بتعيش عمرك كله في يوم واحد. مكان شكله جنة لكنه في الحقيقة مصيدة الزمن اللي مفيش منها رجوع. بيبدأ الفيلم مع عيلة شكلها عادي جدا، بس من أول لحظة بتحس إن في حاجة مش مظبوطة بينهم. الأب غاي راجل هادي وشغله كله أرقام وإحصائيات، والأم بريسكا ست مثقفة شغالة في المتحف بس جواها خوف كبير بعد ما اكتشفت إن عندها ورم في بطنها. العيلة معاهم طفلين، ماديكس البنت الكبيرة عندها حوالي 11 سنة، وترينت الولد الصغير عنده 6 سنين. قرروا يروحوا أجازة في منتجع جميل على البحر عشان يحاولوا يصلحوا علاقتهم اللي بقت على الحافة. من أول ما بيوصلوا المنتجع الإحساس الغريب بيبدأ. الناس هناك ودودة بطريقة مبالغ فيها، والموظفين عارفين عنهم تفاصيل أكتر من المفروض. المدير يستقبلهم بطريقة رسمية ويديهم مشروبات غريبة ويقول لهم منها مخصوص ليهم. كل حاجة شكلها طبيعي، لكن الإحساس بعدم الراحة بيكبر لحظة بعد لحظة. في اليوم التاني المدير يعرض عليهم تجربة خاصة جدا في شاطئ سري محدش يعرفه. بيقول لهم المنظر هناك يخطف الأنفاس وإنهم هيقضوا يوم ما يتنسيش. العيلة تتحمس وتوافق ويركبوا عربية مع كذا عيلة تانية من المنتجع. كان في دكتور مشهور اسمه تشارلز ومراته كريستل المهووسة بجمالها وبنتهم كارا وجدتهم الكبيرة اللي تعبانة شوية. وفي عربية تانية في باتريشيا اللي عندها صرع وجوزها جارن الممرض. السواق يوصلهم لمكان جبلي محاط بصخور ضخمة ويسيبهم هناك ويقول لهم استمتعوا بيومكم وهرجع لكم بالليل. ومن اللحظة دي كل حاجة تبدأ تخرج عن السيطرة. المكان فعلا خلاب، المية صافية والرمل ناعم، بس الغرابة بتبدأ بسرعة. الأطفال يلاقوا حاجات مدفونة في الرمل، نظارات، ملابس، ألعاب قديمة، وبعد شوية الجدة تموت فجأة من غير سبب. بعدها يكتشفوا جثة ست عايمة في البحر، وكانت دي صاحبة مغني راب مشهور اسمه سيدان اللي كان قاعد لوحده وبيقول إن صاحبته اختفت. يحاولوا يخرجوا من الشاطئ، لكن كل مرة حد يحاول يعدي من الممر الصخري بيحس بدوخة ويفقد وعيه، كأن في قوة خفية بتحبسهم جواه. وفجأة الأطفال بيكبروا. ماديكس اللي كانت طفلة بقت مراهقة، وترينت كبر وبقى شاب صغير، وكارا كبرت هي كمان. الناس كلها مصدومة. بعد شوية حسابات يكتشفوا إن كل نص ساعة هنا بتساوي سنة في الزمن الطبيعي. الزمن بيجري بطريقة جنونية والكل بيكبر قدام بعض. بريسكا تحس بألم رهيب في بطنها، فيكتشفوا إن الورم اللي عندها كبر في دقايق. تشارلز يضطر يعمل عملية بسرعة ويشيل الورم بإيده، والجرح يقفل في لحظتها لأن الزمن هنا متسارع لدرجة إن الجسد بيلتئم فورا. لكن الرعب الحقيقي يبدأ. الناس تنهار واحدة ورا التانية. باتريشيا تموت من نوبة صرع، وجوزها جارن يحاول يعوم بعيد عشان يهرب، بس البحر بيضغط عليه بطريقة غريبة ويموت هو كمان. تشارلز يجنن بسبب الضغط ويقتل المغني سيدان. مراته كريستل تدخل في انهيار بسبب إنها شايفة نفسها بتكبر بسرعة وجسمها بيتحول قدام المراية. أما الأطفال اللي كبروا فجأة فيعيشوا مشاعر المراهقة لأول مرة. وكارا وترينت يقربوا من بعض لحد ما كارا تكتشف إنها حامل، وبعد لحظات تولد، بس الطفل يموت في ثواني لأن الزمن مش طبيعي وكل حاجة بتحصل بسرعة تفوق العقل. كريستل تحاول تهرب وتستخبى في الكهف، لكن عظمها يبقى هش ويتكسر وتموت بطريقة بشعة. تشارلز يحاول يقتل جاي، بس جاي ومراته يدافعوا عن نفسهم ويموتوه. كارا تنهار وتحاول تطلع من الممر الصخري، بس تحس بالدوخة وتقع من فوق وتموت. الليل ينزل وجاي وبريسكا يكونوا كبروا جدا، شعرهم شايب ونظرهم ضعيف. يقعدوا على البحر ويتصالحوا بعد سنين من الزعل ويموتوا سوا في مشهد هادي ومؤلم. ما يفضلش غير ماديكس وترينت اللي بقى شكلهم في الخمسينات بس جواهم لسه أطفال. يقرروا ما يستسلموش. ترينت يفتكر ورقة كان طفل اداهاله موظف في المنتجع فيها أسماء غريبة، ويفهم إنها تلميح لطريقة الهروب. يقرروا يغطسوا من تحت الصخور ويستخدموا الطحالب عشان يتنفسوا وهم بيعوموا. كانت مغامرة خطيرة، بس في النهاية ينجحوا فعلا ويخرجوا من البحر للجانب التاني. هناك يبلغوا الشرطة ويحكوا كل اللي حصل. وهنا تظهر الحقيقة الصادمة. المنتجع مش مكان سياحي، ده مركز تجارب تابع لشركة أدوية ضخمة. الشركة بتستغل الظاهرة دي عشان تختبر أدوية جديدة بسرعة رهيبة، لأن اليوم هنا بيساوي سنين في الزمن الحقيقي. كل مجموعة بتكون مصابة بأمراض مختلفة، بياخدوا دواء جديد وبيتبعتوا الشاطئ، والشركة تسجل النتائج حتى لو ماتوا كلهم. بس بعد ما ماديكس وترينت يبلغوا السلطات الشركة كلها بتتقفل وكل اللي فيها بيتقبض عليهم. وفي النهاية بيتشكروا ترينت على شجاعته وينتهي الفيلم. وفي آخر الكلام، لو عجبك الملخص ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتسيب كومنت تقول لنا عايزنا نلخص ايه المرة الجاية عشان نكمل سوا حكايات الرعب اللي بتخلي القلب يدق أسرع.